البلح وموسم البلح لازم نعمل طريقتنا ديت قبل ما البلح يخلص معانا من السوق. طريقة حلوة جدا وسهلة ومغذية للأطفال وللكبار. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة وتقولولي بتتابعوني من انهي بلد. أول حاجة معايا أنا جبت معايا كيلو من البلح، غسلته كويس ومسكته فصصته وطلعت النقع منه، فصصته كده زي ما انتوا شايفين وركنته معايا على جنب. جبت بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها كيكه البلح الاسمر الخطيره الرهيبه. جبت معايا بقى الصينيه بتاعتي، حطيت فيها معلقتين كبار كده من السمنه ودهنتهم بالفرشه، وبعد كده حطيت معايا ربع كوبايه من سكر الحبيبات العادي ومعلقه كبيره قوي من القرفه، ورشيتها بقى القرفه مع البلح بتدي طعم خطير يا بنات والله العظيم بجد. جبت بقى البلح رصصته معايا في الصينيه بتاعتي، وبعد كده ركنت بقى الصينيه بتاعي على جنب وجبت معايا الخلاط بتاعي. انا في ناس كتيره بتقولي الكيكه ينفع تتعمل بالخلاط عشان ما عندناش مضرب يدوي. انا بحاول كل مره بعمل فيها كيكه بعملها لكم بالخلاط وبقول لكم هي ناجحه وجميله قد ايه. انا ما بستعملش على الخلاط في الكيكه بتاعتي. جبت معايا الخلاط وحطيت معايا بيضتين ونص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب ورشه من الفانيليا، واضرب بقى الكلام الجميل ده كله في الخلاط لحد ما القوام يفتح معايا تماما. اخد بقى الخليط بتاعي دوت واحطه بقى معايا على كوبايتين من الدقيق وعليهم كيس من بيكنج باودر، واقلب بقى كل دولت وانزل بقى الخليط بتاعي واحاول وانا بقلب بالراحه. لو لقيت الخليط تخين معايا حط معلقتين من الحليب واقلب بقى كل ده. شايفين الخليط بتاعي جميل ازاي؟ هاخد بقى الخليط بتاعي ده واحطه معايا فوق البلح في الصينيه، حطيته معايا واخبط بقى الصينيه معايا خبطتين كده عشان اطلع منها الهواء وادخلها معايا الفرن على درجة حرارة 180. وطلعت معايا من الفرن رهيبة وجميلة. انا قلبتها بسرعة وهي سخنة علشان لما تبرد ما تمسكش معايا. نزلت معايا بصوا جميلة، الريحة خطيرة، القرفة مع السكر مع البلح مدية ريحة خطيرة جدا. شايفين بقى قطعتها كده، انا ما استحملتش اصلا ولا استنيت اسيبها لحد ما تبرد. شايفين اصلا البخار طالع منها ازاي؟ قطعتها معاكم شايفين جميلة، ميكس رهيب. جربوها هتعجبكم جدا ومغذية كمان للولاد هم نازلين المدرسة، وينفع تتحط في اللانش بوكس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد ودعوة حلوة في الكومنتات.